السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك، واش من كيكه البنات، كيجي لذيذ بزاف، معلك، كيجي رائع جدا، مغاير على كاع الكيكات اللي كنشارك معكم. هاد الكيك ان شاء الله غادي تحضروه نهار العيد او غادي تحضروه بيوم قبل العيد. كيجي رائع جدا، تقدموه للضيوف ديالكم والاسره ديالكم. كيجي من اروع والذ كيك ممكن تحضروه بحجم عائلي بطريقه سهله واقتصاديه. ففي بول او اناء غادي نحتاج لربعه ديال الحبات ديال البيض. الا كان البيض صغير فهنا درت انا البيضات صغار، درت 4. الا كان كبير غادي ديروا غير 3 ديال البيضات. ضفت عليهم كيس ديال الفاني، وزدت عليهم كاس ديال السكر، واحد رشيشه ديال الملحه. غادي نخدمهم غير بالضراب اليدوي البنات، طريقه سهله مبسطه سريعه جدا، ما كياخذش لنا بزاف ديال الوقت، بدون ضراب كهربائي او خلاط. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتحضروا ان شاء الله اليوم العيد. يعني غادي تقدموا شي حاجه اللي رائعه مغايره تماما على انواع ديال الكيك اللي كنحضروا عاده. هنا غضفت كاس لاروب ديال الزيت. دائما البنات كنعطيكم العبار بكاس ديال العنبه. غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب. الحليب يعني يكون واخد درجه حراره المطبخ. صافي غادي نخلط الكل جيدا. هنا غادي نضيف عليهم علبه ديال الياغورت. انا هنا استعملت الفاني، ممكن تستعملوا اي نكهه كتفضلوا، سواء ديال الموز او ديال الحامض. حتى ديال الحامض البنات راه تيجي رائع جدا، يعني النكهه ديالو في الكيك. صافي غادي نخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. وغادي نبدا نضيف الدقيق. هنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، والكاس الثاني ضروري البنات الدقيق يكون مغربل من قبل، يعني انا راه تنغربلهم عاد باش كنعمر في الكيسان. والكاس الثالث، وغادي نخلطهم مزيان. وغادي نشوف القوام، يعني خصنا القوام ديال الكيك يكون البنات ثقيل، يعني ماشي داك الثقوليه يعني ثقيل بزاف، وانما ما يكونش خفيف، لان الكيك قد ما كان خفيف ما كيطلعش لينا في الفرن او لا في المول ديالنا. ملي كنديروه يطيب يعني كيطلع وكيرجع ينزل. هنا زدت مازال كاس، يعني نصف كاس من الدقيق. والنوعيه ديال الدقيق راه كتختلف، يعني تقدروا تدخلوا حتى 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي هنايا نتوما كتشوفوا معايا القوام ديالو، يعني ضروري تخدموا البنات الدقيق مزيان في الكيك ديالكم، يعني حتى كتشكلوا يعني هكا دوك الفقاعات، وفي نفس الوقت يعني كتاكدوا ان ما كاينينش دوك الكويرات هكايا في الخليط ديال الكيك ديالكم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، انا فقط انا مسرعه الفيديو. يعني الكيك ديالي اولا القوام اللي بغيت هو هذا حصلت عليه. كيف ما كنقول لكم كنأكد ان القوام ديال الكيك ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف. ضفت 3 ديال الاكياس ديال الخميره، كل كيس فيه 8 غرام، وزدت عليهم ملعقه ديال الخل الحامض. ما كانش متوفر ممكن تضيفوا الخل العادي او الحامض. الا كان متوفر حتى هو عصروه هكا، ديروا واحد المعلقه كبيره. صافي وغادي نخلط اولا غادي ندخل ديك الخميره في الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب المول ديال الكيك كيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو. كنستعملت انا هذا المول هذا العادي ديال الكيك اللي كتكون فيها كاد الحفيره في الوسط. غادي ندهنو بالزبده مزيان كامل، غادي نحاول كندهنو باش نتفادى ان الكيك ديالي يلتصق. وغادي نرشو بالدقيق. ممكن ديروا هذا الكيك في اي مول نتوما تتفضلوا، سواء مربع او عادي او اوفال، المهم اي نوع ديال لي مول نتوما كتفضلوا غديروا فيه هذا الكيك هذا. صافي هنايا كيف ما شفتوا درت واحد الملعقه ديال الدقيق، دوزتها كامله على المول. وغادي نجيب دابا هنايا غادي نفرغ واحد الكميه ديال الخليط ديالي ديال الكيك، تقريبا يعني داكشي اللي خليت غير قليل باش غادي نغطي ديك الحشوه اللي غادي ندير من الداخل ديال الكيك. هذا الكيك البنات راه كيجي خطير جدا، يعني جربوه، يعني شي حاجه اللي زوينه كيف ما قلت لكم، مغايره تماما على انواع الكيك اللي حنا كنحضرهم عاده. هنا خديت واحد 2 حبات ديال التفاح، قطعتهم هكا الى قطع صغيره، ما معسلاه ما حتى حاجه. عصرت عليه واحد شويه ديال الحامض هكا باش ما يتاكسدش لانه كيتغير ليه داك اللون. صافي غادي نزيد عليهم شويه ديال الجوز. اي نوع ديال المكسرات عندكم ممكن تضيفوه، اللوز، الكركاع، الكاوكاو، المهم اللي كتفضلوه نتوما. انا هنا ضفت شويه ديال الكركاع، وزدت عليهم واحد الملعقه ديال الكراميل. بالنسبه لي انا هذا الكراميل محضر في البيت هنا، يعني جاني بصعوبه نفرغه لان كان في الثلاجه وما سخنتوش من قبل. صافي خديت واحد الكيس ديال الفلون ديال بنكهه الفانيلا هكايا، درت واحد الرشيشه تقريبا واحد الملعقه كبيره. ممكن تعوضوا بالسكر البني او القرفه، المهم كيبقى حسب الذوق.
صافي زدت هنا واحد الكميه اخرى ديال التفاح وشويه ديال الكركاع. يعني هاد الكيك هذا كيجي محشو من الداخل، يعني كيجي رائع، تجي فيه واحد التعليكه وواحد المذاق اللي خطير بزاف. هنا غادي نضيف ما تبقى من الخليط ديال الكيك، يعني خليت غير شويه كيف ما قلت لكم البنات، غير باش نغطي ديك الطبقه اللي درت من الوسط. غادي نحاول كنخويها كامله ونغطيها كيف ما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه للكيك ممكن تخليوه كيف ما هكايا وتدخلوه للفران يطيب، من بعد ما كتخرجوه كتزينوا. انا بالنسبه لي غادي نزيد مازال نضيف ما تبقى لي من الخليط ديال التفاح والجوز والفاني. صدقوني البنات هذا الكيك راه كيجي خطير بزاف، كيجي فيه واحد المذاق اللي رائع، المذاق ديال الفلون مع الكراميل، شي حاجه اللي هائله بزاف بزاف. انا اكيد الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، غادي تجربوه مره اخرى. يعني كيجي لذيذ، واللي داقوا عندكم غيدي المقادير ضروري البنات، لان هذا الكيك فعلا كيجي مميز. ممكن تضيفوا حتى لوز او لا رقائق ديال اللوز كيف ما قلت لكم، ممكن تزيدوا هكا حبيبات ديال الشكلاط. المهم تيبقى لكم الاختيار اللي كان عندكم متوفر في البيت غادي تضيفوه. هنا زدت واحد رشيشه ديال الفلو، وهنا زدت واحد شويه ديال الزبيب كان عندي ضفتوه هكايا من الفوق. صافي غادي ندخلها للفران كيف ما العاده، يعني كيف ما كنطيبوا الكيك ديالنا العادي اليومي، العافيه كتكون مهيله حتى كطيب لنا الكيك ديالنا وكنخرجوه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي خطير البنات، واحد الرائحه هائله جد مميزه كتكون عاطيه في البيت. غادي نفرغوا اولا غادي نحيدو من المول، وغادي نحطوه فشي طبسيل اولا صحن تقديم. هنا غادي نعاود نزينو بشويه ديال الكراميل من الفوق، ممكن تضيفوا غير سكر كلاصي من الفوق، يعني ديروا واحد رشيشه هكا خفيفه. المهم تيبقى لكم الاختيار، التزيين تيبقى حسب الذوق. بما انني ضفت الكراميل من الداخل فقلت علاش لا ما نزينوش هكا من الفوق. كيجي لذيذ بزاف، وصراحه كيجي غني هذا الكيك هذا، وكيجي فيه واحد المذاق اللي رائع. ضروري غادي نقطعوا معكم البنات، واخا باقي سخون غادي نقطعوا معكم باش تشوفوا معايا حتى من الداخل كيفاش تيجي. يعني هاد الكيك غادي تحضروها نهار العيد وانتم يعني مفتخرين بها، لان فعلا تجي شي كيكه اللي هائله وكتجي يعني مختلفه على جميع انواع الكيك اللي كنحضروا اليوميه. فهاد الكيك كيجي مميز، كيجي لذيذ بزاف، كتجي فيه واحد الطبقه ديال التعليكه من الداخل ديال التفاح مع المذاق تاع الفلون والكراميل، يعني شي حاجه اللي رائعه بزاف بزاف. هنايا البنات بعد ما قطعتها معكم غتشوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي رائعه جدا البنات، كتجي هائله. يعني واخا نشكرها لكم خصكم تجربوا وتعرفوني علاش كنهضر لكم. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات كيفاش جاتكم. تنقول لكم اكيد بالصحه والراحه، وعيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما كتمنوا بالصحه وبالسلامه يا ربي. كنقول لكم استودعكم الله الى فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.